معتز مطر يخرج عن صمته على الهواء مباشرة ويوجه رسالة قاسية للكبرنات، فماذا جاء فيها؟ ولا بد أن نطلع لما قالوا عن كيف أغرق جلالة الملك محمد السادس فلسطين بالمساعدات. قبل البدء بهذا الفيديو دعونا نذكر بالاشتراك بهذه القناة بشكل ضروري، لأن هذه القناة قناة جديدة وخصصناها للفيديوهات وكشف الحقائق، فيرجى مساعدتنا وتشجيعنا بالاشتراك بهذه القناة الجديدة والضغط على زر لايك لنبقى دائما مستمرين ولنجلب لكم آخر التطورات بالفيديو. هذه المرة دعونا نبتدئ ونرى ما قصة معتز مطر وكيف جاء تصريح علني من ما قدمه جلالة الملك مؤخرا. الجميع بات يعلم جيدا لماذا منعوا المظاهرات داخل الجزائر ولماذا منعوا الشعب الجزائري من الخروج للتظاهر. طبعا كما نعلم بسبب خوفهم من أن ينقلب التجمهر والمطالبة إسقاط النظام الجزائري، لذلك الجزائر منعت المظاهرات. دعونا نستمع الآن لكلمة قالها معتز مطر حول الاقتصاد الجزائري من ثم بالتدريج حتى نصل لما قالوا عن المساعدات التي أرسلها جلالة الملك محمد السادس، وأيضا حملة شرسة من قبل الجزائريين لإسكات معتز مطر. فماذا قال معتز مطر؟ دعونا نسمع. الرمق الأخير في الجزائر حالة من الهستيريا والرعب الشديد، الكل مرعوب مما حدث لبشار. سقوط بشار كان سريع ومرعب. الجزائر تصرح علنا لا مشكلة لها مع إسرائيل. اسمعوا، فهمتم الآن لماذا الهجوم الشرس على معتز مطر من أجل إسكاته. لذلك الذباب الإلكتروني الجزائري قام بهذه الحملة من أجل إسكات معتز مطر، لأنه يقوم بفضح الكبرنات بشكل فعلي. زاد على ذلك شاهدنا بالآونة الأخيرة كمية المساعدات الضخمة التي أرسلت من المملكة المغربية إلى فلسطين، وشاهدنا كيف أن الجزائر حاولت تهميشها، لكن برسالة معتز مطر الآن تم وضع النقاط على الحروف. اكتبوا لنا بالتعليقات ما رأيكم بالذي سمعتوه، والضغط على زر لايك والاشتراك بهذه القناة التي خصصناها للفيديوهات، فاشتركوا فيها من أجل أن نبقى دائما على التواصل. سلام. نشيدنا على الدوام ما قاله المولى الإمام، أبناءنا إلى الأمام فكلنا فدى الوطن. يحيى الملك يحيى الوطن، يحيى الملك يحيى الوطن.